السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة حلويات ووصفات. اليوم درنا الصفاق او المعلاق، وكاين حتى اللي يقول له الشواكل، هذا تاع الجدود تاع بكري. شوفوا تبعوا معايا كامل المراحل وطريقة التحضير. هنايا كان عندي الكفتة، قيس كيلو هكا تاع كفتة. وهنايا كانوا عندي زوج تاع الشواكل، هادو اللي يجوا هكا في لي كوتي تاع الكبش. هكا حليتهم باش نعمروهم، راح يجوا رائعين، يجوا بزاف بنان. هنايا عندك نص حبة تاع بصلة كبيرة، ولا ديري حبة بصلة موية ترابوها، وتزيدوا معاها 3 سنينات تاع توم تاني ترابوهم. هنا عندي مزيج بين القزبر والمعدنوس. بالنسبة للعطرية عندي كمون، عندي الكيغي، عندي الكركم الحرور، عندي هنا البسيبيسة، شوية تاع كروية والزعترة. هي هكا غير شغمة هكا تاع زعترة. وعندي هنايا واحد الكمية هكا تاع الملح، نديرو كمية مليحة تاع ملح. ونزيدو نديرو هنايا النعناع، هو اللي راح يزيد يمد لهاديك البنة. لازم تجربوها، لازم. النعناع هنايا كنت غسلته نقيته وقطعته هكا كيما المعدنوس. وهنايا نبدو نخلطو في هاد الكفته هكا تاعنا باش تدخلها غايه دوك لي زيبيس تاعها وكاع. ونبدو نعمرو في هاد الشاكله تاعنا ولا الصفاق. اذا نعمروها كيما هكا، شوفوا تبعوا غير الطريقه وما تعمروش بزاف باش ما يخرج لكمش هذيك لافاس. نعمرو منا ومنا، شوفوا ما تلقوا وين ندخلوا كفته دخلوا، نزيدوا حلو كيما هكا ودخلوها. حندير معاكم تاني المصران هكا معمر، حنديروه بالبركوكس ان شاء الله. ترقبوا الوصفه، راح يجي حتى هو رائع. غادي نديرو بركوكس تاع امي هاد الخطره، غادي ماما هي اللي غادي ديرها لنا. اذا كيما هكا، ونجيبو هنايا الابره وخيط باش نديرو العمليه الجراحيه. تكونوا موجدين الابره وخيط تاعكم، وتعقموها مليح، الابره تاع المطبخ بيان سور تعقموها، ومن بعد عاد باش تخيطوا بها. ما ديروش تاع الخياطه تروحوا تخيطوا بها ديريكت. يعني هنا راني نجيب في الابره وخيط، راح نفوت على كاع لو تور، كاع لو تور هكا نفوت عليه. تخيطوا غير هكا عشوائيا، ماشي كشغل باغي تخيطوا مخدعه ولا هذا تساعدنا باش الخياطه هذه باش لافاكس ما تخرج لنا ما والو. هنا راح نجيب الشكل الزاوجه، خرجت لي كونتيتي مليحه. انا الكفته هذه ما نكذبش عليكم غير تاع اللحم، وطحنتها وحدي في الروبو، خرجت لي قيس كيلو هكذا. ونخيطو تاني هذه الزاوجه، شوفوا كيف جات مخيطه، جات شابه. شوف ما لافاكس تاعها ما عندها وين تهرب لنا. ونجيبو هنايا موس ونبدو نتقبو باش يدخل لنا الطياب، ولا ما تقبوش في هذيك البلاصه، هذيك الهشيشه، هذه الوسط هذه غير يفوتوها. كي تشوفوا هذيك لافاكس هكا باينه غير فوتوها. هنايا كوكوطه كنت قطعت فيها حبه بصله، نمرسو هنايا راح لي باش تاع التصوار. نقطعوا غير حبه بصله هكا صغيره، نشلدوها كشغل، ونديرو هذاك الشكل تاعنا، ونديرو الماء، نديرو زعفران، شويه كركم، الملح، الفلفل الاسود، ونخلوها نبلعو عليها في الكوكوط ونخلوها طيب. بس كل كان غادي تدخلوه ديريكتومون في الفران في الكوشه، ما غاديش شو غادي يجيكم قاصح، ما غاديش تستبنوا ديك الماكله الشابه. بصح هنايا غادي يجينا طري ويجينا شباب. سيبو هنايا بعد ما حليت عليه وكملت طب ما شاء الله، ديك المرقه تاعها تاني جات شابه. درتها هنايا في البلا اللي يدخل عندي الفران تاع زداج. وهنايا البطاطا قطعتها في هذه اللي عندها كشغل سنينات، قطعتها كما باش تعطينا ديكور شباب. ونزيدو عليها شويه تاع ملح، شويه تاع زعفران، والحرار فلفل الاسود. هنايا بالنسبه للزعفران، نتوما تبغوا البطاطا تاعكم تكون صفرا ديروها، بغيتوها تخلوها هكاك شغل بيضه غير تجمر، خلوها تاني بيضه راح تجي شابه. داك الزعفران الزعفران راح يعطيها غير اللون. هنايا ندير شويه هكا تاع زيت في البلاط تاعي اللي يدخل الفران، اللي درت فيهم هذاك الصفاد. ونبدا نقيس فيه هذاك البطاطا.
البطاطا تاعنا نديروها خضرة، ما نديروهاش فايضة ولا خضرة كيما راهي، ونديرو عليها واحد شويه هكا تاع البصل، هكا نكون مقطع، هذا اختياري، بس البصل شوف راح يعطينا بنه، حيزيدها بنه شاب على البطاطا تاعنا هكا كيما راه، ونغطوه بالورق الطهي او البابي كويسون، ونكونوا ديجا مسخنين الفران تاعنا بيان سور، وندخلوه يطيب على درجه تكون متوسطه، ما تكونش قويه بزاف باش تبان البطاطا تاعنا تجي طريه وشفتيه وتجي شابه. هنايا صايبه بعد ما وجد وقطعته وبلحت له خيطه. شوفوا هنا البطاطا تاعنا كيف طابت، جات مجمره، شوفوا دوب في الفم، خرجت لي. شوفوا هذيك الشكله، هذه الشكله الاولى والاخرى الزوجه في الطبسي الثاني، خرج لك كونسيتي مليحه لاباس بها. هنا تنجمي تسقي بهذيك المرقه اللي لاصوص هذيك اللي بقات لنا في الكوكوط تاع اللي طيبنا فيها الصفاك تاعنا ولا الشواكل. شوفوا كيف جات منظر ولا اروع، جربوها وما راح تندموا عليها، على بالي راح تعجبكم. وما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتعليق يكون شباب كيما نتوما. الى الوصفه القادمه ان شاء الله.